انا من مراسلينا مباراة حلوان العام والداخلية على بطولة المنطقة في الناشئين. أقيمت الجمعة على ملعب حلوان، وقالوا لنا إن ليس من حق حلوان أن تقام عليها المباراة، لأن كان لازم تقام على أرض محايدة. اللقاء حكمه عبد الرحمن محمد عبد المجيد، وقام بإلغاء اللقاء رغم تقدم الداخلية بهدف نظيف. الأزمة والأحداث المؤسفة اللي قدامكم اندلعت بعد أن قام حكم اللقاء بدفع لاعب الداخلية في صدره بعد ما اداله إنذار، واعترض اللاعب على قيام الحكم بدفعه. هو مش في مدرسة كان يضرب لاعب، يعني حاجة غريبة. يعني اعترض اللاعب ولم يعجب الحكم المشهد، فقام بطرد اللاعب. بعد وقعة الطرد اعترض لاعبو الداخلية على القرار. الحكم تحدث معهم بطريقة غير لائقة، ووسط الاعتراضات اتخذ الحكم قرار بإلغاء اللقاء بحجة وجود حالة هرج ومرج من لاعبي الداخلية، وألغى اللقاء. كابتن هاني عبد الباقي المدير الفني للداخلية. السلام عليكم يا كابتن هاني. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أستاذ عبد الناصر. كابتن هاني، الأول قول لنا فرقتك، والمباراة دي كانت مواليد كام ومنطقة إيه؟ احنا مواليد 2005. اول حاجه طبعا برحب بحضرتك وكابتن احمد عبد الفتاح حبيبي طبعا، وكابتن احمد معتمد اخويا، وكابتن احمد وكابتن ايمن، منورين كلكم طبعا. كابتن احمد يونس ايضا بيحييك. كابتن احمد يونس، انا قلت كابتن احمد يونس وكابتن احمد عبد الفتاح. لا انت ما قلتش احمد يونس. لا قلت كابتن احمد عبد الفتاح وكابتن احمد. يعني هو كابتن هاني انت عملت مشكله مع الحكم، هتيجي تعمل مشكله معانا؟ ما اقدرش يا كابتن عبد الناصر، انت حبيبي من زمان جدا. دلوقتي يا عم الاستاذ علاء همام الناقد الرياضي والاعلامي الكبير صديقي العزيز كلمني، قال لي انكم انتوا اتظلمتوا ظلم كبير جدا في حلوان. ايه القصه على مسؤوليتك؟ القصه على مسؤوليتي انا، ان احنا طبعا الفيديوهات انا بعتها للاعداد عند حضرتك. معانا الفيديوهات على الشاشه. تمام. في فيديو لالغاء الماتش، وفي فيديو لطريقه الحكم مع اللعيبه في الملعب. تمام. اول حاجه طبعا الماتش، بدأنا الماتش، هو الماتش في التصفيات النهائيه المؤهله لدوري القطاعات. فيديو معانا على الشاشه، فيديو الالغاء، ويبدو ان اللي كان بيصوروا من ورا الشبكه وكان خايف حد يشوفه. ده ولي امر اللي كان بيصور، ده مش فيديو الالغاء، ده فيديو تاني لطريقه الكلام مع اللعيبه. فيديو الالغاء معاك على الشاشه، بس الصوره بتوصلك متاخره. تمام حضرتك. هو اللي حصل حضرتك ان احنا في بدايه الماتش الحمد لله، احنا فريق الداخليه فريق 2005 فريق كويس جدا، وكل الناس طبعا عارفين فريق الداخليه واداؤه فريق 2005. بدايه الماتش الحمد لله ربنا كرمنا في الدقيقه 3 بجون، كسبانين 1-0. ماتش كويس وماشيين كويس الحمد لله. الحكم اسلوبه مع اللعيبه صعب جدا، بيضرب اللعيبه في صدرها بالبنيه، وارجع يالا، تعالى لي هنا يالا، هتبمبك، هقعدك جنب امك. كلام إيه طبعا ده؟ الكلام ده كله كده؟ الكلام ده كله عند حضرتك بالفيديو. ما انا ما قدرت اطلعه على الشاشه. هو انا اطلع على الشاشه هتهبك اوديك عند امك. انا بقول لحضرتك الكلام عندك بالفيديو. انت قلت معذره مش قادر اطلع الالفاظ دي. انت قلت تمام حضرتك الكلام على لا ماشي بقى، مش قادر. هو يقول بس مش الحكم. يعني عندنا هتهبك هوديك عند امك دي يا جمال ابو المكارم. الصوت موجود؟ في صوت بس موجود يا كابتن عبد الناصر. بعد كده اللي حصل يا بيه لازم تعرضها هديه للاستاذ جمال علام. تمام حضرتك. احنا طبعا في الاول وفي الاخر نادي الداخليه ده مؤسسه شرطيه. يعني بنتعلم الانضباط والالتزام قبل اي حاجه. هنبعتها للاستاذ جمال علام، لكن ما نقدرش نعرضها احتراما للمعايير والاكواد واحتراما للاسر والمشاهدين يا كابتن هاني عبد الباقي. تمام يا استاذ عبد الناصر. طبعا حضرتك عارف احنا الداخليه مؤسسه شرطيه، بنتميز بالالتزام والانضباط عندنا والسلوك والاخلاق قبل اي شيء، وده طبعا الحاجات اللي بيزرعوا فيها القاده بتاعتنا، اللي بيزرعوها فينا، ان احنا مفيش اي مشاكل بتتعمل، مفيش اي حاجه، كوره مكسب وخساره. بس لما نخسر بالطريقه دي لا، الموضوع صعب جدا. اول حاجه ده ماتش فاصل، ما ينفعش يتلعب في حلوان، ما ينفعش حكام من حلوان، ما ينفعش مراقب ماتش من حلوان. الموضوع صعب جدا يعني بالطريقه دي. لا انت طب معاها كنت قول لنا واحنا مش هنيجي حلوان كمان. تمام كابتن هاني عبد الباقي، نحن نسمع من وجهه نظرك، ونتمنى ان حد من حلوان يكلمنا حتى نسمع وجهه النظر الثانيه.
تمام حضرتك. اللي انا بقوله الوقائع اللي حصلت في الماتش من بدايه الماتش. اول حاجه طبعا ماتش فاصل ما ينفعش نلعب في منطقه حلوان اساسا. تمام، بغض النظر بقى عين حلوان من حلوان العام، كلها حلوان. تمام. تاني حاجه القصه بتاعت الحكم ان هو طبعا دفع للعيبه، بيضرب اللعيبه البنيات، بيتكلم مع اللعيبه باسلوب وحش جدا. اللي بيطلع في كوره مشتركه لعيب عمل فاول خد انذار، فالحكم بيقول له ارجع يا ابن كذا. الحكم اللعيب بيقول له من فضلك يا كابتن ما تشتمنيش بامي. راح مطلع الاحمر. اللعيب خد الكوره وجري بره الملعب مذهول، يا كابتن ده طردني عشان بقول له ما تشتمنيش بامي. بقول له اللعيب اطلع بره، خلاص انت اتطردت اطلع بره. والحكم الرابع كابتن محمود ناجي مسكني من ايدي، منعني حتى ان انا انزل الملعب. انا عايز انزل اسحب اللعيب بتاعي عشان ما يبقاش فيه اي مشاكل. الحكم الرابع مين؟ كابتن محمود ناجي اللي هو بتاعنا بتاع الدوري الممتاز؟ لا 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 مش كابتن محمود ناجي. قلت تشابه اسماء عشان الناس ما يحصلش تشابه اسماء. تمام بس تمام. فقلت له يا كابتن بعد اذنك استاذنك انا هنزل اخد اللعيب بتاعي بدون اي مشاكل. نزلت. اللعيب طبعا قلت له اطلع بره، خلاص الحكم طرد، خلاص مش هيرجع في قراره. راح اللعيب طبعا رايح للحكم قال له انت طردتني اهو، انت اللي ابن كذا وكذا وكذا. راح الحكم ضربه في صدره. راح اللعيب الاثنين ماسكين في بعض، ابتدى الموضوع يبقى فيه شد وجذب. اللعيب طبعا نزلت عليه الملعب وده موجود عند حضرتك في الفيديو، جريت وراه ومسكته ومسكت اللعيب وبطلعه بره الملعب وبلف ظهري لقيت الحكم بيصفر بيلغي الماتش. تمام. فمع يعني حتى سبت بقى اللعيب وسبت الناس كلها ورحت على الحكم. يا كابتن هو حضرتك لغيت؟ لغيت. انا مش هشتغل في جو ارهاب زي ده. كانت النتيجه كام يا كابتن؟ احنا كسبانين 1-0 في الدقيقه 3 يا كابتن عبد الناصر، والحكم لغى في الدقيقه 23. يعني احنا ولو كملنا ناقصين هنكسب 5 و6 مع احترامي طبعا للفرقه وكل حاجه. طيب في فرق امكانيات وراكبين ماتش يعني وليت بظهرك لقيت الحكم لغى المباراه. هو عند حضرتك ظهر كل ده في الفيديو. لقيت الحكم مصفر بدون حتى الحكم الرابع بيقول له هو انت صفرت انهاء على ايه؟ مراقب الماتش كابتن علي محروس قال لي اهدى واحنا هنرجع واحنا هنتكلم واحنا مش عارف ايه الكلام ده. طبعا كل الكلام ده كانوا بينيمونا بمعنى اصح عشان الموضوع نسكت لحد ما الحكم يمشي. طيب خليك معايا. كابتن احمد فتحي عضو مجلس اداره نادي حلوان العام. السلام عليكم يا كابتن احمد. وعليكم السلام. ازيك يا استاذ عبد الناصر؟ ازي حضرتك؟ شكرا لوجودك وشكرا لوقتك معانا. سمعت روايه الكابتن هاني عبد الباقي المدير الفني للداخليه، هل لديك اي تعقيب او تعليق عليها؟ والله يا استاذ عبد الناصر بس انا يعني مع احترامي للكابتن عبد الباقي ولاداره الداخليه كلها، بس انا كنت اهيب بالناس اللي احنا المفروض نربي نشء. مش بس ان احنا شغالين في رياضه او في كره القدم. يعني انا كنت متوقع ان الجماعه بتوع المسؤولين عن فريق الداخليه ان هم ياخدوا الولد اللي اعتدى على الحكم ويعاقبوه فورا في الملعب، لان ده سلوك احنا كلنا ما نرضاش عنه خالص في الرياضه المصريه. يعني حاجه كده غريبه الشكل. انا سمعت وهو الراجل بيتكلم ان كان فيه ان هم كسبانين وامكانياتهم دي حقيقه، انما للاسف الشديد في سلوكيات لا تمت للرياضه بالصله. ان حاجه ولد صغير عنده 17 سنه يعتدي على حكم مباراه. احنا فوجئنا بالقصه. يعني احنا قاعدين بره، الراجل فاول في نص الملعب ما فيهوش اي مشكله. لقينا بعد فتره الحكم بيدي انذار، الراجل بيعتدي عليه ثم الحكم بيديله كارت احمر، وبعدين بقى ابتدى الاعتداء على حكم المباراه. يعني فانا كنت اهيب بيهم ان هم ما يعملوش كده، بالعكس ان هم ازاي يقوموا النشء اللي هم شغالين عليه. مش دي مباراه كره قدم لناشئين. يعني يا كابتن احمد لو سمحت، يعني انتوا كنادي حلوان العام مش طرف في الموضوع؟ لا خالص، احنا نادي حلوان مش طرف في الموضوع طبعا. تمام، بس ده اللي انا حبيت اوضحه. كانت اسمع وجهه نظرك. الازمه ما بين الحكم وما صنعه مع الداخليه. ده اكيد ده اكيد ده اكيد ده اكيد. فبس يعني احنا وحضرتك من المنبر اللي حضرتك فيه دوت
لازم تأكد على موضوع احترام التحكيم والروح الرياضيه، وازاي احنا نربي ولاد صغيره يطلعوا ولاد الاول محترمين وينفعوا بلدهم وبعد كده يبقوا رياضيين يعني. اشكرك شكرا جزيلا يا كابتن احمد، لك كل التحيه والتقدير. كابتن احمد فتحي عضو مجلس اداره نادي حلوان العام. كابتن هاني عبد الباقي المدير الفني للداخليه، تعقيب اخير يا كابتن هاني. تحياتي طبعا للكابتن احمد عضو مجلس الاداره. بس هي كابتن احمد زي ما احنا بنتكلم ان احنا نربي اللعيبه ان هي تحترم التحكيم، لازم الحكم برضو يبقى فاهم ان هو نازل الملعب بيتعامل مع ولاد صغيرين. ما ينفعش اتعامل مع الولد الند بالند. انا نفسي كمدرب ما ينفعش اشتم ولد بامه وابوه والكلام ده كله. ما ينفعش ادخل اضرب ولد في صدره واتكلم معاه بالطريقه المهينه دي. ما ينفعش انده على ولد في فاول تعالى لي يلا ومش عارف ايه والكلام اللي انا قلته لك. فرقه حلوان العام والجهاز الفني واللعيبه احنا ما شفناش منهم اي حاجه وحشه طبعا، وبكن لهم كل الاحترام والتقدير. تمام. بس وهم مش طرف طبعا في الموضوع اللي حصل من الحكم تجاه اللعيب ده اتعاقب فورا. اشكرك يا كابتن. جالنا تليفون من سياده اللواء احمد بدور رئيس قطاع الناشئين وكابتن هيثم جبريل نائب مدير فني القطاع. كابتن احمد دبور ده صديقي وعشره سنين وسلم لي عليه وله مني كل التحيه والاحترام. ربنا يخليك. اتكلم ان اللعيب ده من قبل ما تطلع عقوبه من الاتحاد في عقوبه من النادي كبيره عليه ومش هيمثل النادي تاني في اي حاجه. تمام. هو ده اللي احنا منتظرينه من نادي الداخليه. هو ده اللي حصل في وقت الماتش من قبل اي قرار ولا قبل ما نتكلم في اي حاجه. هو ده اللي حصل في وقتها من قبل ما نتكلم في اي حاجه. لان انا زي ما قلت لك احنا مؤسسه شرطيه بندور على الالتزام والانضباط قبل اي حاجه. السلوكيات عندنا اهم من البطولات. شكرا جزيلا يا كابتن هاني. كابتن هاني عبد الباقي المدير الفني للداخليه، والداخليه مؤسسه كبيره. وتحياتي للكابتن احمد دبور وكل الناس القائمين على نادي الداخليه، ناس افاضل والقيم والاخلاقيات عندهم مهمه جدا.